الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة جدا، العقوق الصامتة. يعني ايه العقوق الصامتة؟ احنا عارفين ان في عقوق كتيرة جدا اللي احنا عارفينها المعروفة عند الناس كلها. لكن العقوق الصامتة انتشرت كتير جدا اليومين دول، مناظر مؤلمة جدا بنشوفها كل يوم. لما نشوف عدت 50 أو 60 سنة وقايمة على خدمة بنتها اللي عمرها يا دوبك ما يكملش 20 أو 25 سنة. لما نشوف أب برضه سنه عدى 60 سنة وشايل اللي شايله من ألم وتعب، وبرضه بيقوم بخدمة ابنه اللي ما كملش يا دوب من 20 ل 25 سنة. كارثة طبعا. وأول أبوه ما يقول له روح يا ابني والنبي هات لي يا ابني حاجة من بره، تحس انه خبط في حيطه ويقعد يبرطم في كلام تحس انه بيتكلم هندي ما تفهملوش ولا كلمه، ويقعد يخبط في الارض. ويا سلام بقى لو جه واحد صاحبه ونادى عليه يلف الكره الارضيه كلها في دقيقه ولا كانه عمل اي حاجه، والاخر يقول لك انا ليا حقوق، ونسي خالص كل الحقوق والواجبات اللي عليه تجاه ابوه وامه، والمفروض هو اللي يروح يشتري طلبات البيت بدل ابوه وامه. العقوق يا سادة مش معناها انك تصرخ او تشتم او تعلي صوتك على صوت ابوك وامك. العقوق لها صور تانية كتير، عقوق صامتة غير الكلام يكون وجعها اكتر من العقوق الصريحة اللي كلنا عارفينها وكلنا بنتكلم عنها. ما ننساش البر بيهم، مش نستغل عطفهم اللي هي غريزة الأمومة اللي ربنا حطها فيهم، ما نستغلهاش في خدمتنا وخدمة ولادنا بحجج كتيرة جدا ملهاش أي لازمة. مش لازم نفضل نملى دماغهم بكلام يقلقهم، حاجات صغيرة وحاجات كبيرة عشان نبرر عمايلنا معاهم. فكرت تسعدوهم زي ما أسعدوكم وانتم صغار، زي ما استحملوا طفولتكم المزعجة، على الأقل افتكروا ليهم الحاجات الحلوة. الأم والأب بعد العمر ده كله في مرحلة جني الثمار، ما يخدموش، يتخدموا بس، يقطعوا ثمار عمرهم، البذور اللي زرعوها وسقوها وكبروها. جه وقت الحصاد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. والآخر بقول لكم استقيموا يرحمكم الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.